تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء. وزارة الدفاع تفتح باب التطوع للكلية العسكرية للدورة 115 الكلية العسكرية للفرع الأدبي والعلمي وأيضا للصناعة، لكن ببعض المعدل. بالنسبة للعلمي والأدبي لازم يكون معدل أقل من 70 ما يقبل، لازم من 70 فما فوق. أما الصناعة لازم يكون معدل 80. وأيضا الأقسام اللي مطلوبة هي سيارات كهرباء إلكترونيك سيطرة، هاي الصناعة. الفقرة الأخرى اللي هي لازم هاي يكون أهم، أن يكون عمر متقدم من المدنيين من 18 سنة ولا يزيد عن 22 سنة، أي مواليد 16/11/2000 إلى 21/11/2006. أنا حخلي لك رابط أسفل الفيديو حتى تدخل عليه تقدر تقدم من خلال بوابة أو. لازم يكون بوابة أو حصرا. هاي المعلومات اللي هي تتوضح لك أنه لازم تكون أنت مستوفي جميع الشروط حتى تقدر تقدم على وزارة الدفاع الكلية العسكرية للدورة 115. هنا أنا ححول على بوابة أو اللي هي هاي عفوا. من يفتح عند البوابة مال هاي راح يطلع لك بهاي الشكل، تدخل على آخر فقرة اللي هي روابط أخرى. لازم هاي تنزل لأسفل، تنزل على هذا الرابط راح يفتح لك التقديم. هنا أنا أقدم راح أفتح لك الاستمارة. لما طبقنا على الاستمارة راح نلاحظ إنه الاستمارة انفتحت بهالشكل. هنا عندك كاملة الفراغات لازم أنت تمليهم. هنا تخلي الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث، وأيضا الاسم الرابع، وتخلي الاسم الخامس، هذا لازم أنت تعرف. وهنا تخلي اللقب. أنت الخامس لازم تسأل والدك، لازم تعرفه لأن هذا مو اختيار إجباري. هنا تخلي الجنس، وهنا تختار المهنة اللي هي عسكري مدني. أنت يعني مثلا عسكري أو مدني أو حارس شخصي، أو مثلا أنت شنو اختيار مهنة المتقدم. هنا تختار المحافظة، وهنا أيضا تختار المواليد، وهنا تخلي رقمك الأول وأيضا رقمك الثاني. تخلي رقمين. أما إذا مالتك مال والد أو مال والدة لازم يكون رقمين، يكون شغالات، على مود أخاف الأول ما تجي رسالة أو ما موجود ما حصلوا يدقون على الرقم الثالث، لأن أنت بالحالتين إذا رقمين ما موجودات راح يرفضون طلبك ويروح عليك التقديم فحرامات. تختار هنا اسم القومية، وهنا الديانة والحالة الزوجية. بعدها تختار اسم الأم. هنا تختار اسم الأم الثلاثي، لازم الثلاثي. أنا راح أعمل لك صفحة وأرجع لك. نختار الواجهة الثانية اللي هي بها 6 واجهات لازم أنت تكملها كليتين. الواجهة الثانية اللي هي فرع الدراسة والتخصص والتربية والمدرسة الإعدادية، وأيضا اختار نوع الدراسة، يعني صباحي مسائي، وآخر تخرج هي الدور الأول أو الثاني أو الثالث. وهنا تخلي أيضا المجموع، هاي راح تلاقيها كلها بالوثيقة، وتخلي أيضا عدد المواد اللي أنت امتحنت فيها. الخانة الثالثة هنا تختار عنوان معلومات السكن اللي هي أول شي محافظة السكن والقضاء والحي والمحلة والزقاق وأيضا الدار. تخلي نقطة أقرب دولة نقطة، يعني مثلا جامع مدرسة، هاي تخليها بهذا الفراغ. هنا راح تخلي رقم بطاقة السكن. هاي المعلومات كلها تلقيها، رقم بطاقة السكن وتاريخ مال السكن وأيضا جهة إصدار بطاقة السكن. هاي المعلومة كلها تلقيها بالهوية مال بطاقة السكن، كل هاي الصفحة تلقيها موجودة. بعد ما تكمل المعلومات البطاقة السكن تجي على المعلومات الثبوتية اللي هي رقم الموحدة. البطاقة الوطنية هي الموحدة، وأيضا تكتب تاريخ إصدارها ومحل إصدارها. الخانة اللي هي الخامسة تكتب معلومات ولي الأمر. هاي مهمة، يعني لازم أنت تمليها، اللي هي ولي أمر. يعني مثلا الأمر من ولي أمرك، الوالد أو الوالدة أو أي واحد من الأهل. تكتب مهنة الوالد إذا كان كاسب أو ضابط أو موظف مدني أو متقاعد أو أي شيء. تكتب محل العمل السابق له، يعني شنو سابقا. أما إذا كان متوفي لا تكتب معلومات اللي هو مو الوالد، تكتب معلومات اللي أم. بعد ما كمل هاي المعلومات هاي الثلاثة، وإضافة إلى تاريخ تولد الأب واسم ولي الأمر وصلة القرابة، وتكتب من شنو صلة القرابة، الأب الأخ العم الجد هاي. وتكتب مهنة ولي الأمر الأمانة، شنو مهنته تمليه، وأيضا تكتب مع الرقم المالته، وعنوان ولي الأمر أيضا تكتبه. هاي تمليها كلها بهاي الصفحة. الأخيرة هنا يقول لك قدمت بالكلية العسكرية سابقا. إذا أنت مقدم
تعطيها ارسال بيانات. اما اذا مثلا لديك قرار بقوة لدن هاي الخيارات هيك معلومات اخرى. هنا يقول لك استمارة جديدة او ترسل بيانات. من ترسل بيانات يعني انت لازم انت متأكد انه معلوماتك صحيحة، تقدر ترجع منها من خلال السابق تبني المعلومات من جديد اذا كان بها غلط. لكن اذا ترسلها البيانات للموقع لوزارة الدفاع بعد ما بها اي نقاش وتروح عليك الاستمارة اذا كانت بها غلط. اما اذا كانت استمارتها صحيحة 100%، المعلومات مالتك مضبوطة ومدققة يوميا، ارسلها لا تخاف. بس تبقى انه ترسل معلومات البيانات، راح تطلع لك ايضا تم ارسال بيانات، تطلع لك وراها استمارة، وبعدين تسحب الاستمارة. لازم انت من تحتفظ بالاستمارة عندك، يعني اذا طلع اسمك ان شاء الله لازم انت تقدم لهم الاستمارة اللي قدمت بيها.